شو وينك استاذ وحيد؟ ما اجيت امبارح على القهوه؟ ايه. هلا انت شو اخبارك؟ شو صار معك مشان ابنك الكبير؟ بعده مقرر انه يسافر؟ ايوه خلص. طالما صرت عم تتأتئ وتغير القصه، فهمت شو القصه؟ لك تضرب من زلمه. لك امتى انت بدك تصير رجال؟ امتى؟ هلا انت ليش هيك مثل باقي الناس المتخلفه؟ انا بعرفك انك مثقف وفهمان وواعي. ايه، وشو دخل هي بهي؟ يعني اذا الواحد مثقف وواعي لازم ما يكون رجال؟ لك لا، مو هيك قصدي، بالعكس. انا عم اقول انه الرجل المثقف والواعي لازم يحترم مرته وياخذ برايها ويكون متفاهم هو وياها. ايوه بلشنا بالفلسفه. ايه وشو كمان؟ يعني يلي بقصده انه الزوجين لازم يكونوا متفاهمين ومحترمين بعض، وعلى طول يتناقشوا وياخذوا برأي بعض. مو يعني اذا المرأة طلبت شيء او قالت شيء معين لازم الزلمة ما يرد عليها ولا ياخذ برأيها وما يعمل غير يلي براسه، بس مشان يقولوا عنه رجال. انت عيني، هالحكي تمام. بس انت عم يصير هالشي معك؟ يعني انت ومرتك متفاهمين ومحترمين بعض وبتاكلوا برأي بعض؟ يعني شراكه بكل معنى الكلمه؟ ايه. يعني هيك شيء. ولك وحيد، قلت لك مليون مره لا تهبل علي، وانت بتعرف حق المعرفه انه انا بعرفك اكثر من حالك. ما هو المصيبة؟ لك شو بدي اعمل يا فريد؟ هي مسيطر علي سيطرة مو طبيعية. يعني ما بتعمل غير اللي براسها وما بترد علي. والله وكيلك بتصرخ بوشي كأنها عم تصرخ بوش ولد صغير. حاولت افهمها عدة مرات انه هيك ما بصير، ولازم نحن الاثنين نحترم بعض وناخذ برأي بعض. بس عبس. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لك مرعبة. يا اخي مرعبة. والله بترعب اكثر من دراكولا. لك والله بعرف. شو جاي تعلمني على مرتك؟ ما انا اللي بعرفها منيح. الله يكون بعونك. بس اسمح لي، كمان انت تشتوش، يعني شخصيتك كثير هزليه. لو عندك شويه شخصيه وقد حالك كان من البدايه يا اما بتصيروا تحترموا بعض يا اما كان انفصال. بس هلا فات الاوان. المشكله فيك وفيها. انت خالص كازك وهي مرعبه. يلا، هيك نصيبك. بدك تستحمل مشان الولاد. ما هذا اللي كاسر ظهري. بس انا قررت صير رجال وبدي اكسر عينها. ايوه قلت لي. على مهل والله. خليها لتقاعد. لا بس كم يوم حتى استعيد قواي. كم يوم قلت لي؟ وكم ساعه؟ وكم دقيقه؟ وكم ثانيه؟ ايه علينا. بلشنا مسخرة. ولك يا زلمه حاجتك بقى. خلاص، يا اما بدك ترضى بواقعك يا اما لازم تنهي المهزله. بس مثل ما قلت لك، المشكله الاساسيه هن الاولاد. لك ما هذا اللي كاسر ظهري. اوف. خلاص، بلشينا من السيرة. وانا عمود هيك كمان بيكون احسن. ايه شو صار مع ابنك؟ خلص قرر يسافر؟ لك من 5 سنين مقرر يسافر، من وقت ما تسرح من الجيش. بس المشكله لا في مصاري تكفي، ولا بقى في بلد تستقبل السوريين. كل دول العالم سكرت حدودها بوش السوريين. لك المشكلة مسكرة من جوا ومن برا. لا هون قدرانين نعيش ولا قدرانين نسافر، وحلها كنا بتنحل. الله وكيلك عايشين من ليلة الموت. ايه والله معك حق. والله لولا ما انا ومرتي موظفين عم نشتغل شغله تانية بعد الظهر، وكمان انت ومرتك نفس الشيء، ولولا المساعدات كنا متنا من الجوع من زمان. ايه والله. الله يلعن الايام يلي وصلنا لها. حياتنا كلها صارت بالقطارة. وهلا يعني ما في حل مشان ابنك؟ ما لقى له هون شي شغلة؟ وين بده يلاقي؟ وظيفة بالدولة ما بتكفي اجور المواصلات، وهي اذا لقى. وبالقطاع الخاص ما عم يلاقي. مسكين حظه لهالولد. 6 7 سنين خدم بالجيش، ولولا ما تصوب ما كان تسرح. ولهلا له 5 سنين متسرح، وما كان يلاقي شغل ولا قدران يسافر. خلص الجامعة من هون وعلى الجيش من هون، وهلا صار عمره 35 سنة ما عمل شي بحياته. بعده لهلا ما حاط رجله على اول درجة بالسلم. امتى بده يشتغل ويكون حاله ويتجوز ما بعرف. عن جد مأساة بكل معنى الكلمة. أجيال اتدمرت، ونحن تعبنا ومتنا من جوعنا، وما حدا عم يتحسوس من اللي فوق. لك يستر عبدك. لا فوتنا هلا بحديث ياخذنا على بيت خالتنا. جبان، مو بإيدك. لك بعدنا عم نحكي عن شخصيتك الهزلية. إذا قدام مرتك ما بتستحي تحكي وتتنفس. خلص خلص فريد. الله يوفقك، غير الحديث. الحيطان إلى إيدان، ما هيك؟ ايوه انت عيني. فيستر عبدك، خلينا نرجع اليوم على بيوتنا.
طيب لكان هات سمعنا كم نكتة من نكتك البايخة، خلينا نغير جو. على الرغم من انه نكتك لسه اصعب من الوضع يلي عايشينه مليون مرة. والله يا زلمة، لو ما عم سلبها أنا وغيري وعايشين نص هبلان، الله وكيلك إنا من زمان متنا. ايه والله معك حق. هلا هات لنشوف سمعنا كم نكتة. رح سمعك اليوم كم نكتة عن المحششين والمساطيل. ايوه هات لنشوف. قال كان في واحد محشش 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 قد ما تقول محشش، وساطل على الأخير. فات على البيت ينادي عمته ما لقاها. فات على غرفة النوم لقاها نايمة على التخت. طلع على المراية قام شاف حاله بالمراية. قام فكر إنه هاد واحد كان نايم مع مرته. قال له عم تخونيني يا كلبة، أنا بورجيكي. وراح ركض على مخبر الشرطة. قال له الشرطي تعال معي بسرعة على البيت، في زلمة عندي بغرفة النوم وأكيد كانت مرتي عم تخوني معه. قام الشرطي ما كذب خبر والله. ركض معه على البيت. فاتوا على غرفة النوم. طلع هيك لقى مرته بعدها نايمة على التخت. قال له الشرطي وين هذا الزلمه اللي عم تقلي عليه؟ قال له طلعني مرايه. طلع هيك الشرطي عم لقى اثنين. قال له يا زلمه، طالما في شرطي تاني ليش تعجبني كرفتي؟ يا علي جاك، يا علي جاك، عملت بايخة. اسمع هي. قال مرة كان في واحد محشش 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 قد ما تقول محشش. قام اتصل مع شركة طيران، سألهم قديش تستغرق الرحلة من دمشق لستوكهولم. قام الموظف قال له لحظة. المحشش قال له شكرا. قال في واحد محشش 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 أكثر من هذيك اللي قلت لك عليهم 1000 مرة. فات على دكانة. قال له عندك عنينة مي صغيرة؟ قال له البياع ايه عندي. قام قال له المحشش لكان خليها عندك لحد ما تكبر. يا علي ديبك. قال في واحد محشش 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 قد ما تقول محشش. يسأل واحد تاني كمان محشش 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 قد ما تقول محشش. قال له هذا الشارع لوين بيودي؟ قام رد عليه المحشش الثاني. قال له والله انا من ساعة ما عرفته والشارع ما بيتحرك. حلوة كتير. وهي كمان نكتة محشش بس بتناسبني. قال في واحد محشش 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 قد ما تقول محشش. قال لمرته غمضي عيونك وقولي لي شو شفتي. قامت قالت له شفت عتمة. قام قال لها هي عيشتي معك من ساعة ما تجوزتك. يا علي جاك يا وعيد. يلا قوم خلينا نمشي. هلا ست منى مدام المصون بتقلي ليش تأخرت وباكو بهدلة مدللة منها. لك عود شوي يا زلمة، اليوم نكتك ماشي حالها. لا يستر عليك خلينا نمشي، مو ناقصني بهادل. ماشي مثل ما بدك. شريف.